مساء الخير عليكم يا بنات. النهارده ان شاء الله معانا وصفه ميكس ما بين البراونيز والكيك. طعمها انا مش هقدر اوصفه لكم الصراحه، الطعم يجنن. آه، انا اكلت نصها طبعا وانا بصور. عايزاكم تجربوها وتقولوا ايه رايكم فيه. شايفين شكلها وانا بقطعه؟ ما شاء الله. هنا هدوقها. الله على الطعم، يا سلام سلم. المكونات: كوباية دقيق، تلت كوب تمر، 4 معالق زيت، ربع كوب لبن، فانيليا وبيكنج باودر وبيضة. هنحط البيضة في الخلاط وهنضربها مع الفانيليا لمدة 3 دقايق. ده شكلها بعد الضرب. هنضيف اللبن، ربع كوب لبن، ال4 معالق زيت، التلت كوب عجوة. والافضل ان انتوا تنقعوه في لبن ساخن، بس انا بحب طعم العجوة يكون باين في الكيك شوية. هنضربهم مع بعض. تقريبا الفيديو تعاد مرة تانية، مفيش مشاكل. أم، هنضربهم مع بعض و اهو ده بعد الضرب. هنضربهم مع بعض. هنضيف عليهم بقى معلقة ونص كاكاو، كاكاو مر بدون اضافات، مع معلقة صغيرة بيكنج باودر. هنا ضفت الكاكاو اهو، معلقة ونص مع معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة نسكافيه. ممكن طبعا تتخلوا عنها اللي ما بيحبوش طعم القهوة او النسكافيه، بس هي مش باينة قوي، انا حاطة رشة صغيرة. هنقلبهم مع بعض وهيكون الخليط اتقل من خليط الكيك سنة. بعد كده هنضيف عليهم الدقيق لحد ربع كوب دقيق لحد ما يوصل لخليط البراونيز. هنضيفه هنا في القالب وندخله فرن مسخن مسبقا على 180 درجة. هنحضر بقى هنا صوص الشوكولاتة او النوتيلا البيتي، معلقتين كاكاو، رشة فانيليا، كيس سكر دايت، معلقة زبدة فول سوداني معمولة في البيت بدون اضافات بيور. هنضيف عليهم شوية مية ونقلبهم مع بعض ونخلي القوام تقيل شوية. ده شكل القوام، شايفين؟ هنا البراونيز طلع من الفرن. هنفك طبعا القالب. صحيح، لو انتوا هتحطوه في قالب عادي ادهنوا القالب او حطوا ورقة زبدة، ادهنوه زيت مع رشة كاكاو، او حطوا ورق زبدة. هنا انا حطيت الصوص وحطيت رشيت عليه جوز الهند. هقطعها. طبعا هي كانت لسه خارجة من الفرن، لو استنت شوية هتتقطع بسهولة اكتر عن كده. ونقدمها. بعد التقطيع نقدمها. هي طعمها ميكس ما بين البراونيز والكيك، ما شاء الله حلوة خالص، ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم الوصفة اضغطوا لايك. انا طبعا مستنية تشجيعكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان